هلا وغلا، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بألف صحة وعافية. وصفتنا لهذا اليوم هي وصفة الدولمة العراقية محبوبة الجماهير. ما صور اكو احد ما يحب الدولمة. راح اقدمها لكم من مطبخي، ان شاء الله يا ربي تنال استحسانكم وتجربوها وتحبون طعمها. مكوناتها هنا مكونات بسيطة بدون أي تعقيد وبدون إضافات زايدة. عندنا طماطة، والطماطة أنا أحط هنا شوية زيادة حتى تصير حمراء. معدنوس أو كرفس اللي متوفر عندكم شوية بس مو هواية، فقط للنكهة. عندنا بصل أخضر، ثوم، وعندي هنا اللحم ويكون دهين. عندي هنا نص كيلو ويا ربع من اللية. والمواد اللي راح نحشي بيها هاي راجعة لكم على حسب رغبتكم. والتمن عندي تمن أبو الحبة القصيرة اللي تمن المحاشي أو التمن